يعني الدنيا قامت وقعدت على قضية مستشفى وسنة والتعدي على الممرضات وطاقم التمريض اللي في المستشفى. التواصل الاجتماعي حول القضية لرأي عام وتحول الطيار محمد حسني إلى المحكمة العسكرية. والنهاردة ظهرت مفاجأة كبيرة، هو الفيديو بتاع مراته اللي حامل وقفلوا عليها المستشفى لأن مفيش أطباء، قفلوا عليها الدور بتاع الولادة أو الرعاية أو حاجة زي كده في المستشفى، ومنعوهم من الخروج، فبالتالي حصلت المشادة والست حصل لها نزيف، زوجة الطيار. ودي المفاجأة، الفيديو اللي احنا شفناه مفاجأة كبيرة صادمة، ان في اهمال كبير في الطاقم الطبي وفي اهمال في التمريض، وحاجة ادت الى التراشق بالالفاظ والمشادات والعنف، وبناء عليه حصلت المشادة، تجرد الضابط من عقله واصبح انسان عادي، مراته بتموت قدام عينيه والموضوع في وعكة امام عينه، فاصبح جاني بدلا ان يكون مجني عليه. الموضوع تحول على السوشيال ميديا لمحاكمة، ولكن الفيديوهات اللي ظهرت في التحقيقات اثبتت ان في تبادل عنف، في تبادل اهمال، في سبب ادى لرد فعل مريب. طبعا ما نغفرش للضابط اللي عمله، ولكن في دوافع احنا عندنا اخطاء وعندنا حاجات جسيمة ممكن تؤدي الى الخروج عن الشعور، ولكن علينا برضو معالجة سلوك وسلوكيات طاقم التمريض داخل المستشفيات وبالتحديد العامة، واللي بتخدم شريحة كبيرة قوي من المواطنين، لأن ده بيؤدي إلى عنف معاهم وبالتالي بيصبحوا ضحايا. السلام عليكم.